ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد من فيديوهات ام سليم. انا ام سليم ودي قناتي. اللي ما اشتركش في القناه يا جماعه ينزل يشترك دلوقتي حالا ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. النهارده هعمل معاكم وصفه حلوه وسهله، مكرونه بشاميل بس فيها تركية مصريه هتعجبكم كده. بقول لكم هنا يا جماعه، انا هنا بعمل الاكلات اللي انا بحبها انا ولادي، الخفيفه والمفيده في نفس الوقت. يعني انا مثلا اعمل مكرونه بشاميل، يوم اعمل مكرونه وسلطه، فطيره شرقي زي ما عملتها معاكم قبل كده. ممكن ناكل في يوم جبنه وعنب، جبنه وبطيخه. اكلات بسيطه وسهله، مسقعه، بابا غنوج. الكلام ده بعمله لاني انا في الفتره دي قاعده هنا وجوزي في مكان شغله. لما بينزل اجازات او انا بروح له هناك، لاني انا مقيمه معاه هناك، بنعمل الاكل الطبيعي بتاعنا اللي هو الرز والطبيخ، المحاشي، بتنجان. بنعمل بقى اللي هو الاكلات اللي هي الدسمه. انما طول ما انا قاعده انا وعيالي بنعمل الحاجات اللي هم بيحبوها وخفيفه وياكلوها، لاني انا لما بعمل رز وطبيخ ومحشي والحاجات دي هم ما بياكلوهاش. فانا بعملها هناك عند باباهم، ده اكيد لانهم بيتعبوا في الشغل. وهنا انا بعمل الحاجات اللي احنا بنحبها. انا كنت هنا عملت البشاميل يا جماعه، حطيت 3 معالق سمنه كبار مع 3 معالق دقيق. وبحبه مش قوامه ولا هو تقيل ولا هو خفيف، زي ما انتوا شايفينه قدامكم كده. انا خلاص هنزله، كان اتعمل. وبرده كنت عملت الخلطه بتاعه او العصاج بتاع البشاميل. معلش ما عرفتش اصوره. عملت اللي هنا نص كيلو، اقل من نص كيلو طبعا، حاجه بسيطه، فراخ وقطعتها وتبلتها وعملتها عصاج. قطعت عليها بصلتين كبار، حطيت في العصاج ايه بقى اللي بيودي البشاميل في حته تانية؟ ربع معلقه جنزبيل مع ربع معلقه قرفه يا جماعه. والله العظيم بيودوا الخلطه في حته تانية على المقدار اللي انا عاملاه ده. ربع معلقه جنزبيل وربع معلقه قرفه مع التوابل بتاعتنا بيودوا الخليط في حته تانية. هنا حطيت البشاميل في قعر الصينيه كده زي ما انتم شايفين، عشان اخلي المكرونه كلها تشرب بشاميل وتبقى جوسي كده وطعمها جميل. حطيت نصها تحت وحطيت عليه بشاميل وقلبته كده كله في قلب بعض. انا ما عنديش شوربه يا جماعه، انا مش فايض عندي شوربه، طب ومش عامله شوربه، فحطيت هنا كيلو حليب، كيلو لبن. طبعا الناس اللي بتعمل بشاميل مع حاجة تانية، مع فراخ، مع بط، مع كده، بتاخد من شوربة البط او اللحمة ايا كان اللي هم عاملينه ايه، ويكملوا بيه البشاميل اللي بيبقى طعمه برضو جميل وزي الفل وتحفة وكل حاجة. انما هنا انا عاملاها الصينية الصغيرة دي بكيلو لبن، لاني انا ما عنديش شوربة. تمام تمام لحد هنا وزي الفل، معلش. وبعدين هنا كان عندي بواقي جبنه رومي في التلاجة حطيتها. طبعا يا جماعه انتي لو عارفه انك هتحطي جبنه رومي فلازم تقللي الملح بتاع العصاج اللي انتي حطاه في النص. انا ما كانش في بالي، فطلع الحاجه هي حدقانها سنه، يعني عالي سنه بسيطه، يعني مش واضح قوي. بس لو انا اعرف ان انا احط الجبنه الرومي كنت قللت الملح شويه، بس هي طلعت جميله وزي الفل. نحط عليها بقى بقيه البشاميل كده. هي طلعت ما شاء الله غرقانه في البشاميل وطعمها تحفه. يبقى انا هنا يا جماعه سلقت المكرونه، عملت البشاميل 3 معالق سمنه كبار مع 3 معالق دقيق وقلبتهم، ونزلت عليهم بكيلو لبن. كيلو لبن على قد الصينيه دي، الصينيه الصغيره. في ناس بيحطوا نص اللبن ومع نص شوربه، ايا كان الشوربه اللي انتوا عاملينها او المرقه اللي انتوا عاملينها، مرقه لحمه، مرقه دجاج، مرقه بط، اي حاجه. انا ما كانش عندي شوربه فعملتها بكيلو لبن. الصينيه دي صغيره، مقاس تقريبا 24 او 22 حاجه زي كده يعني. وبعدين احطها في الفرن. تاني حاجه، انا ما بحبش في البشاميل البيض، ولا بحطه في قلب البشاميل ولا بحطه على المكرونه من بره. بحطها زي ما كده، زي ما هي كده. هنا كنت بقول لكم الكلام ده، انا ما بحطش في البشاميل بيض يا جماعه.
في ناس بتحبه، انا مش بحبه، هو ده اختياري، مش حاجه من مكونات البشاميل الاساسيه. ولا بحطه على الوش برضو، بدخلها الفرن زي ما هي. طب في ايه لو عندك تاني ممكن تحطيه على الوش ويطلع جميل؟ الجبنه الموتزاريلا، تحطيها على وش الصينيه البشاميل تطلع حلوه قوي برضو. انا ما حطيتش، لا تحطيها زي ما هي كده تطلع محمره وجميله برضو زي الفل. ما حطيتهاش، ما حطيتيش، عايزه تحطي حاجه على الوش حطي جبنه موتزاريلا. ناس عايزين تحطوا البيض، تحطوا بيض مع سنه كمون. تمام. طلعت من الفرن والله الاضاءه ظلماها، هي طالعه محمره اكتر من كده وحلوه. هوريها لكم دلوقتي كده. تمام. شايفين حلوه؟ انا بحبها تكون كده، مش بحب الوش يكون كله بني كده ومحروق، لا انا بحب اطلعها كده جميله وكل حاجه طعمها باين فيها وجوسي كده وجميله. يا جماعه جربوها بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. ويا رب كده اكون بقول اي حاجه تفيدكم يعني اللي بيتفرج عليا. تمام. مع العصاج يا جماعه نحط ربع معلقه جنزبيل مع ربع على الصينيه الصغيره مع ربع معلقه قرفه، بيودوا طعم البشاميل والمكرونه في حته تانية. جميل. انا هنا بتتقطع مني طبعا لان هي اصلا خارجه من الفرن، انا بوريها لكم على طول. انما هي لو بتقعد تبرد ساعه ساعتين طبعا بتطلع الخرطه بخرطتها وبرده بتبقى باينه ان هي جوسي. انما هنا اول ما طلعت من الفرن انا وضحتها لكم على طول. اي اكل بيشبع واي اكل بيكفي، ولقمه هنيه بتكفي 100 زي ما بيقولوا. يا جماعه انا قلت لكم زي ما قلت في اول فيديو بعمل هنا الوصفات اللي ولادي بيحبوها، وهناك برضو بعمل الوصفات اللي ولادي بيحبوها. بس هناك طبعا جوزي واللي معاه بيشتغلوا، ربنا يعينهم ويقويهم، فمش هينفع معاهم بيتزا شاورما الحاجات دي. فرز وطبيخ، صينيه مكرونه صينيه قصدي معلش فراخ بالبطاطس، محاشي، الاكلات الدسمه، رز وملوخيه، الحاجات دي تشبعهم. وطبعا احسن من الحاجات دي ساعات بعمل البشاميل اعمل جنبه بانيه، مش هينفع لوحده البشاميل طبعا خالص، فبعمل معاه بانيه. انما هنا بعمل اللي بيشبعني انا وولادي، اللي بقدر عليه بعمله. مش كل يوم بعمل بروتين، مش كل يوم بعمل لحوم، يوم كده ويوم كده. ويا رب الفيديو يكون عجبكم.